السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة واحسن حال. النهارده مش هطول عليكم، هنبدأ الفيديو بتاعنا على طول. النهارده هعمل معاكم الشاورما الكدابة. عايزاكم تجربوها بالطريقة اللي انا هعملها دي، وبجد هتعجبكم ومش هتحسوا ان هي كدابة ابدا. بمكون اللي هنحطه لنا هتحسي انك بتاكلي لحمة، مش بتاكلي كدابة ابدا. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف بقى ايه الطريقة. اول حاجة كده زي ما شفتوا قدامكم، هنجيب طاسة كده ونحط فيها شوية من الزيت، هتسخن معايا. هنزل هنا بصلتين متوسطين مقطعاهم جوليان. وزي ما شفتوا كده في طاسة فيها بطاطس، بحمر فيها بطاطس. هنقلب البصل لغاية ما يبدأ معايا يدبل وياخد لون خفيف. هنا هنزل بقى بالفلفل الرومي البارد، احمر واخضر، والموجود عندك والمتاح عندك في البيت حطيه. وحطيت معاهم كمان قرن فلفل حار برضي قطعته جوليان، وبرضي حديه قلبتين ثلاثة كده، بس مش هخليه ياخد لون. وبعد كده هنزل برضي بحبتين من الطماطم، طبعا نازعه البذر منها وقطعوهم برضي جوليان. برضي حديهم تقليبتين ثلاثة. بعد كده جهزنا بقى البطاطس بتاعتنا اللي شفتوني بحمر فيها. وهنا هنزل بالملح والكمون وفلفل حصى. بجد الفلفل الحصى احلى في الوصفه دي، احلى من الفلفل المطحون. هنا بقى واللي هيدينا طعم بقى كأنك بتاكلي لحمه او فراخ. صراحه اللي هو خلطه الشاورما، والله طعم وريحه خطيره جدا كأنك عاملاها بفراخ. وبجد يعني لو عملتيها هتحبيها، وكمان العيال كلهم هيحبوها وهيطلبوها منك كل يوم. هنا بقى طبعا هتقلبي المكونات الخضار بتاعنا دياتي لحد ما يشرب من التوابل بتاعتنا، وهيديها طعم كده وهتشميه يعني ريحة في المطبخ والله خطيرة جدا. هنا بقى جهزنا الطبق بتاع التقديم بتاعنا، حاطه فيه شوية من البقدونس كده. هنزل بالشاورما الكدابة بتاعتنا. عايزاك تجربي الطريقة دي بجد والله العظيم هتعجبكم، وهتاكليها مع العيش البلدي او العيش السوري. ولو عايزة تعمليها كمان سندوتشات شاورما هتعجبك صراحة والله العظيم. وهتقولي بلاش من الفراخ واللحمة ولا اي حاجة، وهيطلبوها منك كل يوم. انت الكبيرة هتعجبك وهتحبي تاكليها على طول. والله العظيم التوابل ريحتها خطيرة. تتبيلة الشاورما دي مديها ريحة وطعم حلو كأنك بتاكلي فراخ. عايزاك يا حبيبتي تجربي الطريقة دي، وبجد بجد والله اللي تعجبك وتعجب الأولاد. وبقى لو شاهدت الفيديو حطي لايك، ولو وعجبك بقى حطي اشتراك وسبسكرايب، وشير الفيديو بقى عشان غيرك يستفيد. السلام عليكم.